أهلا بيكم في طاقة الأعشاب مع دكتور خالد عبد العزيز. نسمع دايما مصطلح اسمه مقاومة الأنسولين، وهل ليها علاقة بزيادة الوزن ولا لأ؟ أنا النهاردة عشان أقول لك إن مقاومة الأنسولين من أكتر الحاجات اللي ممكن المريض يعاني منها، إنها تبقى سبب أساسي لزيادة الوزن وكمان لإصابتك بالمرض السكر من النوع التاني. ده ليه؟ باختصار شديد جدا، مقاومة الأنسولين معناها إن الجسم بيفرز أنسولين بس مش قادر يستفيد منه، وبالتالي كل ما الجسم عمال يفرز أنسولين أكتر ومش قادر يستفيد منه، ده بيعمل حالة اسمها مقاومة أنسولين، بتزود معدل السكر في الدم وكمان بتزود الوزن. طيب ازاي نقدر نعالج مقاومة الأنسولين؟ بسهولة جدا، لازم نفك كود الشفرة اللي موجود في خلايا الجسم عشان الجسم يرجع مرة تانية يستفيد من خلايا الأنسولين. طب وايه اللي بيحصل في الخلايا ديت؟ ان بيحصل التصاق ما بين الخلية وما بين الخلية الدهنية، يعني النهارده خلية دهنية على الخلية اللي ليها وظيفة بتبتدي انها عاملة حاجز ما بتخليش الأنسولين يوصل لها. طب احنا محتاجين نفك الحاجز ده، محتاجين ان احنا نكسر الخلايا الدهنيه، معناها ان احنا محتاجين نزود من معدل حرق الدهون. وعلشان كده بقول لك خد بامان تام كبسولات بايكيتو، هتقدر انها تخلصك من الخلايا الدهنيه وكمان هتخلصك من مقاومه الانسولين، ودي متاحه جدا لكل الناس سواء كان كبير او صغير، سواء كان طفل، سواء كانت واحده حامل، سواء كان حد بياخد اي ادويه. مفيش اي اثار جانبيه لانها ماده طبيعيه 100% ومدروسه جدا وكمان مرخصه من وزاره الصحه المصريه.